في جداوي ما يعرف اسلوب القبائل ولا يعرف. يقول ويسولف علي، يقول انتم يا عتيبة عندكم نظام قوي قوي مره، يعني كلام فاضي. قلت وش الكلام الفاضي؟ قال يا اخي انا عزمني واحد عتيبي جاري، اول مره ادخل في المشكله المصيبه هذه. عزمني والله، جاب مفطحه كذا على العشاء، وبعدين انا اكلت بسرعه لما عندي شغل بعد 5 دقائق كذا. اكلت بسرعه شبعت، وانتبه لي اني بقوم. والله ضغط علي ضغطه بغت تطلع روحي. قال ما تقوم لين الضيف يخلص. قلت كيف؟ قال لنا ضيف لان عليك حق والله، تدفع 3 ذبايح 4. بعدين ملعونه الوالدين، الضيف دقنا بساعة هو ياكل. ساعة هو ياكل ما قام. راح علي الشغل، راح علي الدنيا، خلاص بطلت اجي عزايم عند عتيبة. من الجداوية يضحكوني مواقفهم. انا اذكر لك 2 تهاوشوا، واحد من شايب من القبائل ما يعرف المزح بس انه صديقه الجداوي هذا برضه ما يعرف خفايا البدو وقبائلهم. فكان يسولفون في الشارع، وجاهم واحد من الخوال اسمر. قال الشايب هذا ايش تبغى في الخال هذا الاسمر؟ قال اقول لك احترمنا الرجال، والله لو تعرف امه ما تقول الكلام هذا. امه حرمه الشرواك، نفعت الحي كله، كانت في التعليم نفعت الجميع. قال شرواك التراب يا ملعون السين. ام الشرواي انا؟ قال والله شرواك وشرواي انا كمان. جت تقوم هاوشه بينهم كل ابوهم علشان المشكله هذه. كانوا على دائما اخلاقهم حلوه. يقول امي شرواك وشرواي ايش فيها؟ اطرح الرجال على الرجال في الشارع. قامت اكبر مضاربه في الدنيا علشان الخال اللي جاء.